بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الزعيم كار. النهاردة جايب لكم تشكيلة كويسة جدا من العربيات المستعملة. معانا عربيات أوتوماتيك ومانيوال، وفي عربيات في الفيديو أسعارها كويسة جدا، وكمان عربيات أصحابها منزلين سعرها لسرعة البيع. فكمل معانا الفيديو للنهاية عشان تشوف العربيات ديت. وقبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف مع بعض مواصفات أول عربية معانا النهاردة. فيات 128 موديل 80. اللي عجبني في العربيه ان هي اول مره ترش من بره، والدواخل بتاعتها زيرو بالكامل. فيعني عربيه موديل 80 واول مره ترش ودواخلها جديده كده، فده حاجه كويسه جدا. العربيه مرور الجيزه وفيها رخصه 6 شهور. فيها كمان سنتين على الشباك. والعربيه باسم صاحبها من الزيرو. العربيه ما فيهاش اي توكيلات، اللي هياخدها هياخد توكيل مفتوح. فيها صالون فيرنا جديد، صاحبها معدل لها فوانيس زينون. فيها طقم صوت بالكامل، 4 جنوط سبور واربع فرد كاوتشات جداد. يعني من الاخر مش هتصرف على العربيه جنيه. مكنه وفتيس وعفشه ممتازين جدا. الشنطه بتاعت العربيه بتفتح بالكهرباء. كل حاجه في العربيه شغاله. المعاينه هتبقى في بني هلال في منيا القمح في محافظه الشرقيه. السعر مطلوب فيها 50,000، وكمان صاحبها بيقول لك في تفاوض بعد المعاينه. ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. رينو اوبتيما موديل 99 مانيوال. حالة العربية حالتها كويسة. فيها فرش جلد حالته فوق الممتاز. فيها بطارية جديدة في الضمان، والكاوتش بتاع العربية حالته كويسة. الموتور بتاعها حالته 70%. فيها ستبن وكوريك. فيها ازاز كهرباء وفيها سنتر لوك. فيها رخصة سنة ونص مرور توصن. العربية صاحبها منزل سعرها من 85,000 لغاية 72,000 جنيه لسرعة البيع. العربية شغالة ان درايفر. المعاينة هتبقى في الاسكندرية. ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. سوزوكي سويفت موديل 96 مانيوال. العربية رشة كلها من بره، والجميل فيها ان هي دواخلها مش رشة. فيها رخصة سنة و7 شهور مرور دمياط القديمة. فيها فرش جلد حالته كويسة. فيها ازاز كهرباء. العربية موتورها 1300 سي سي. حالة الكاوتش بتاع العربية حالته كويسة. المعاينة هتبقى في دمياط. العربية مفيهاش تكييف. السعر مطلوب فيها 80,000، والسعر ده طبعا قبل التفاوض. في طبعا أرخص من كده ب70 وب75,000، ولكن العربية بتبقى رشة دواخل. يعني أنا برضو ما حاولتش أجيب لك حاجة تكون رشة دواخل، يعني حاولت أجيب لك حاجة تكون سليمة دواخل. وبسعر برضو يعتبر معقول، يعني مش غالي. في ناس طبعا دلوقتي بتطلب في سوزوكي 110 و120,000. فطبعا عشان الناس اللي بتقارن سعر العربية، في فرق طبعا من العربية الرشة والعربية اللي مش رشة، وحالة العربية برضو بتفرق. ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. رينو ريمبو موديل 99 مانيوال. العربية ديت كنا احنا عرضناها من فترة، ولكن النهاردة صاحبها منزل في سعرها 15,000 جنيه. وده طبعا مبلغ كويس جدا لما ينزل في عربية. الرخصة بتاعتها منتهية مرور الأميرية. العربية محتاجة بس تظبط عفشة. العربية فيها هاف باور وفيها ازاز كهرباء أمامي وفيها سنتر لوك. العربية مكيفة ولكن التكييف محتاج يتشحن. فيها ازاز كهرباء وفيها وحدات رفع الإزاز. الموتور بتاع العربية 1300 سي سي. المعاينة هتبقى في مدينة العبور. السعر بقى صاحبها كان طالب فيها في الأول 105,000، ولكن نزل 15,000 جنيه، فالمطلوب فيها 90,000 جنيه. ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. فيات سينا موديل 2001 مانيوال. الموتور بتاعها 1400 سي سي. والرشة كلها من بره نظافة، الدواخل فابريكا. العربية فيها ازاز كهرباء. فيها الفرش الأصلي بتاع الفابريكا بحالة الزيرو. حالة الكاوتش بتاع العربية حالته كويسة. العربية السعر المطلوب فيها 90,000، طبعا السعر ده قبل التفاوض. الرخصة بتاعت العربية منتهية من شهر مرور عبود. حالة العربية نظيفة جدا. والسعر طبعا زي ما احنا وضحناه 90,000، وده قبل التفاوض. ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. بيجو 405 فرنساوي موديل 90 مانيوال. الرشة كلها من بره نظافة، الدواخل فابريكا. فيها رخصة سنتين مرور الوراق الجيزة. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في العاشر من رمضان. فيها كسوة جلد على الكراسي. فيها 2 ازاز كهرباء امامي والاتنين اللي ورا اوكر. حالة الكاوتش بتاع العربية حالته ممتازة، يعتبر جديد. المعاينة بتاعت العربية زي ما قلنا في العاشر من رمضان. الموتور بتاعها 1600 سي سي. السعر المطلوب فيها 140,000، وطبعا ساعة التنفيذ السعر ده بيقل. ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف.
متسوبيشي لانسر بطة موديل 92 مانيوال. في ناس بتطلب في العربية 140 ألف جنيه، بس أنا طبعا حاولت أجيب لك سعر يكون معقول. العربية موتورها 1500 سي سي، العربية مانيوال، مرور توصل محافظة الإسكندرية، فيها رخصة سنة ونص ورشة كلها من بره نظافة، الدواخل سليمة، مكنة وفتيس وعفشة ممتازين. العربية صاحبها بيقول لك محتاجة مصروف بسيط جدا. العربية فيها فرش جلد، للبيع كاش أو البدل بحاجة أعلى. المعاينة هتبقى في الإسكندرية في المعمورة. العربية السعر مطلوب فيها 110 ألف نهائي لسرعة البيع، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. بيجو 504 جي ال موديل 79 مانيوال، فيها فتحة سقف ورشة كلها من بره، الدواخل زيرو بالكامل، صاحبها بيقول لك زي ما الكتاب بيقول. مرور هي محافظة الشرقية، فيها رخصة سنة بدون أي توكيلات، البيع من صاحبها مباشرة. المكنة بتاعت العربية لسه معمرة جديد، صاحبها بيقول لك لسه مشدودة من الألف للياء، سمكرة وبوهية وكهرباء وفرش وطقم جنط اسبور. فيها كاوتش ممتاز. الشنطة بتاعت العربية بتفتح بالكهرباء. العربية فيها 4 شنوط الخرشوفة، فيها 4 فرد كاوتشات جداد، وفيها سنتر لوك، وفيها وحدات رفع الإزاز. فيها طقم صوت بايونير الأصلي، مكنة وفتيس وعفشة، صاحبها بيقول لك 1000 الألف. مش هتحتاج منك أي مصروف. المعاينة بتاعت العربية هتبقى في بني هلال في منيا القمح في محافظة الشرقية. السعر مطلوب فيها 95 ألف، وكمان في تفاوض بعد المعاينة، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. ومعانا بعد كده وحش الطريق جيب شروكي موديل 95، جايب لك العربية بسعر جميل جدا، وكمان عربية اوتوماتيك مش مانيوال. الموتور بتاعها 6 سلندر، رشة من بره ما عدا السقف فابريكا ودواخل العربية فابريكا. العربية اوتوماتيك زي ما احنا قلنا. البيع هيبقى بشهادة بيانات ومخالفات. العربية مرور حلوان وصاحبها دافع الضريبة سنة. فيها فرش جلد حالته كويسة، برضو الكاوتش بتاع العربية ممتاز، وفيها طقم جنط اسبور الأصلي. العربية السعر المطلوب فيها 135 ألف لسرعة البيع. العربية اوتوماتيك زي ما احنا قلنا، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. شيفروليه لانوس موديل 2010 مانيوال، جايب لك العربية برضو بسعر كويس. رشة من بره ما عدا السقف فابريكا ودواخل العربية فابريكا. الكاوتش بتاع العربية حالته كويسة جدا. فيها بطارية جديدة ومكنة وفتيس وعفشة ممتازين، ده طبعا اللي هتتأكد منه كمان وقت فحص العربية. وزي ما بننبه في أي فيديو، لازم أي عربية تفحصها كويس جدا عشان تكون مطمن. العربية فيها فرش جلد على الكراسي. السعر المطلوب فيها 160 ألف، طبعا السعر ده قبل التفاوض. فيها رخصة لغاية شهر 10 اللي جاي، يعني لغاية شهر 10 2024. الفحص هيبقى في 2026. العربية مرور الزقازيق والمعاينة هتبقى في القاهرة، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف. جيب مهندرا موديل 2009 مانيوال، جايب لك العربية بسعر كويس. رشة كلها من بره النظافة، دواخلها فابريكا. الموتور بتاعها 2000 سي سي بنزين. فيها رخصة سنة مرور بني سويف، والمعاينة برضه هتبقى في بني سويف. فيها فرش جلد، فيها 4 ازاز كهرباء. حالة الكاوتش بتاع العربية حالته كويسة. السعر المطلوب فيها 170 ألف، ورقم تليفون صاحب العربية هتلاقيه في الوصف. جايب لك كيا سيراتو موديل 2010 اوتوماتيك بسعر 330 ألف. طب ايه اللي منزل سعر العربية كده؟ هنشوف دلوقتي مع بعض، لأن العربية السليمة حاليا بيتطلب فيها فوق 400 ألف. فتعالوا نشوف مواصفات العربية. العربية 2010 كاملة اوتوماتيك زي ما احنا قلنا. الرشة كلها من بره دواخلها فابريكا، ما عدا في رش في القوايم بدون أي قطع نهائي، وصاحبها بيأكد إن مفيهاش أي قطع، وده اللي هتتأكد منه وقت فحص العربية. فيها رخصة سنة وفيها توكيل واحد من وش الرخصة. موتور وفتيس وعفشة ممتازين. الكاوتش بتاع العربية حالته كويسة، وفيها فرش جلد على الكراسي. البيع بتاع العربية هيبقى كاش. العربية مرور الفيوم، والمعاينة هتبقى في مدينة بدر. الموتور بتاعها 1600 سي سي. السعر المطلوب فيها زي ما انا قلت في اول الفيديو، صاحبها طالب 330 ألف، ولكن النهائي بتاعها خالص 320 ألف جنيه، ورقم التليفون هتلاقيه في الوصف.